هل فعلا كلام التنمية البشرية غير حياتك ولا لا؟ سماعك لفيديوهات تطوير الذات والتنمية البشرية وغيرها غير حياتك ولا انت نفس الشخص قاعد مكانك بتعمل سكرول في الموبايل زي ما بتعمل سكرول هنا؟ لو حياتك زي ما هي فده مكانك، لو حابب تغير يعني، ولو لا فارجع تاني. السلام عليكم، أنا صفاء، طالبة معلمة قرآن مهتمة بتطوير الذات جدا واكتساب المهارات. الحمد لله حصلت على شهادة ماكنزي برنامج فورورد وبعض الأشياء الأخرى يعني في المهارات الذاتية soft skills وكده. تمام، أحب إن أنا أعمل أو فكرة القناة هتكون عن تطوير الذات بطرق عملية. أنا مش جاية أعيد نفس الكلام اللي سمعته آلاف المرات من آلاف الأشخاص المؤثرين فعلا، على فكرة مقدرش إن أنا أنتقص منهم أي شيء، لكن أنا هنا جاية عشان أقول لك والله أصلا المسمى الأساسي للقناة المفروض يكون خطوة يعني مهارة في خطوة، إن إحنا هناخد مهارة معينة هتكلم عنها وهقول خطوة واحدة بس هنعملها ونلتزم بيها لمدة معينة، مثلا 10 أيام، أسبوع، على حسب ما نحدد، وبعدها خلال طول الفترة دي يوميا هنلتزم بالمهارة. الناس في التعليقات طبعا تكتب كل يوم هل هم عملوها النهارده ولا لا، الخطوة هي مش المهارة يعني. وبعد فترة اللي حددناها إن شاء الله هعمل فيديو وأقول تجربتي مع الأيام دي، والناس اللي التزموا طبعا هيكتبوا في التعليقات تجاربهم كاملة، وهعمل فيديو عن تجاربهم كاملة ونستفيد من مواطن أو من الحاجات اللي غيرنا وقع بيها فيها يعني، واللي كسبب إن هو يلتزم يعني. طبعا الناس اللي تلتزم إن شاء الله ليهم مكافأة مش هنعلن عنها حاليا، خليها تثير فضولكم شوية. ده بالنسبة لأول شيء. المحتوى مش هيكون كله كده بس طبعا، لا، المحتوى كمان هيكون عن غير ان هو عن مهارات تطوير الذات، هيكون كمان عن الكتب والروايات. مش هقول تلخيص في ناس كتير جدا اللهم بارك، لكن هنا الحاجات الدروس العمليه اللي استفدتها فعلا من الكتاب ده، ايه القرار اللي طلعت بيه بعد ما قرات الكتاب. طبعا كل كتاب انا مؤمنه جدا ان كل كتاب وكل روايه بطلع منهم بشخصيه مختلفه، بكون مش انا نفس الحاجه، بشوف الحياه بشكل مختلف تاني. فعلا كل كتاب بيكون عباره عن نافذه فتحت على العالم، تقول ايه الحاجه اللي اتغيرت في وجهه نظري بعد ما قرات الكتاب ده او الروايه دي، او ايه القرار العملي اللي قررت ان انا اعمله. زي مثلا شخصيه معينه حبيت اسلوبها فحبيت احكيها، وده حصل فعلا معايا يعني في اكتر من عمل. حتى بعض من الصفات الحاليه هي اصلا حاجات انا ضربت نفسي عليها من القراءه، يعني مش حاجات فطريه. دي حاجه كمان، وهي ممكن نقول قصص. بحب جدا القصص الحقيقيه، ان كل حد عنده قصه ملهمه، قصه غيرت تفكيره، قصه غيرت حياته، ايا كان المجال وايا كان الحد، فشاركها معانا وشاركها معاكم ان شاء الله، لاني مؤمنه جدا ان الالهام من القصص الحقيقيه بيصنع فرق كبير جدا في حياه الانسان او في حياه الشخص، في حياتي انا شخصيا. ليه المحتوى دوت انا حابه ان كل محتوى يكون عملي، حابه ان كل حاجه تكون عملي، مش حابه ان انا اجي اقول كلام تمام، لا، حابه كلام عملي ويكون في متابعه كمان. ما اعتقدش ان ده ممكن يكون موجود في اي مكان تاني. ده طبعا هيخلينا ننتقل من كون ان احنا متفرجين بس وبنتلقى كم كبير وهائل جدا من المعلومات الى ناس مؤثرين فعلا. حابه ان كل واحد مننا يكون بطل حكايته، هو بطل قصته، هو المؤثر في حياته، هو اللي ماسك زمام اموره. لو انت مش الحد ده فلف وارجع، لانك ده مش مكانك. انا لو انت فعلا عايز تتغير، عايز فعلا انك تتعلم انك تكون اذا قال فعل، ده
المبدأ بتاع القناة إذا قال فعل، إن إحنا نوصل لهذه المرحلة وننتقل من مقعد المشاهدة إلى مقعد التأثير، ونحارب التضخم المعرفي الهائل اللي عندنا تضخم كبير جدا بالمعلومات، كل حاجة غالبا عندنا فيها معلومات، لكن تيجي تعمل معرفش، مفيش. ليه؟ لاني مدرب نفسي ان مخي على طول ما انا ماسك الموبايل، على فكره ثبت ده علميا، طول ما انا ماسك الموبايل او قدام اي حاجه، جهاز تلفزيون، موبايل، كمبيوتر، اي حاجه، المخ بيكون شغال بس على وضع التلقي فقط، لكن وضع بقى التفكير وكده بيكون ملغي تماما، بدليل ان الاباء يلاقوهم بيقولوا ما بنسمعش تلفزيون كتير علشان بينحس. أتمنى تستفيدوا، وده الأكيد طبعا تستفيدوا إن شاء الله، سواء تلتزموا بالواجب أو لأ، فالقرار ليكم. شاركوني في التعليقات إيه أكتر فكرة حبيتوها في القناة، وحابين تضيفوا إيه اللي ممكن أضيفه أكتر وهينفعكم. حابة إن القناة تكون ماشية على مبدأ المشاركة، أنا مش هاجي وأتكلم في موضوع وخلاص، بل حابة إن كل موضوع أتكلم فيه يكون فعلا عن رغبة منكم، انتوا بتكونوا محتاجين الموضوع ده. فشاركوني في التعليقات نبدأ بإيه، ومن هنا إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.